ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في مشهد إنساني مؤثر يجسد أسمى معاني الشجاعة والتضامن، برز اسم طالب مغربي مقيم بالصين بعد تدخله البطولي لإنقاذ فتاة صينية من الغرق في إحدى البحيرات بمدينة هانغ تشو. وتعود تفاصيل الواقعة إلى لحظات حرجة، حيث كانت الفتاة تصارع الغرق وسط ذهول المارة قبل أن يتدخل الطالب المغربي دون تردد، مخاطرا بحياته ويقفز إلى المياه لإنقاذها من موت محقق. وبفضل شجاعته وسرعة بديهته تمكن من إخراج الفتاة إلى بر الأمان في مشهد حظي بإشادة واسعة من الحاضرين، قبل أن يتحول إلى قصة متداولة في وسائل الإعلام الصينية ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد أشادت العديد من الجهات الإعلامية في الصين بهذا العمل الإنساني النبيل، معتبرة إياه نموذجا يحتذى به في التضحية ونكران الذات، فيما عبر مواطنون صينيون عن امتنانهم الكبير لهذا التصرف الشجاع. هذا ويعكس هذا الموقف الصورة المشرفة للشباب المغربي في الخارج، ويؤكد أن قيم التضامن والمروءة تبقى حاضرة في مختلف الظروف مهما كانت التحديات. وفي ختام هذا الخبر لا يسعنا إلا أن نفتخر بمثل هذه النماذج المشرفة التي ترفع راية المغرب عاليا في المحافل الدولية.